غنبدا معكم هذا البودكاست بواحد القصه صغيره. عندنا جوج الناس، سيمو وحميد. سيمو واحد الانسان قرا بزاف، عنده دكتوراه في التجاره وخونا دماغ وذكي. حميد راجل عادي من عائله فقيره ومقاتل مع الخدمه هنا ولهيه. سيمو خدام خدمه مزيانه كيتخلص صالير مزيان، ولكن حميد غير كيبريكولي وصافي. من بعد 10 سنين حميد دار مشروع ووقعوا له شي حوايج واستقلوا داكشي، ودابا ولا لاباس عليه كثر من السيمو. هاد القصه هادي اخترعتها غير من راسي دابا، ولكن الا جينا نتاملوا فيها غنلقاو باللي راها واحد الحاجه اللي كتوقع بزاف، ماشي شي حاجه اللي مستحيله، حاجه كتوقع وبزاف كاع. وانا شخصيا عارف ناس في المحيط ديالي وقع لهم هادشي. اياه غتقولي ومن بعد هادشي عيينا ما نسمعوه، غير صبر معايا وخلينا دابا نشدوا هاد الحاله ونحاولوا نطبقوها على شي مجال اخر. مثلا المجال ديال الطب، ما عمرك غتلقى شي واحد حياته كامله خدام في البني غيولي طبيب حسن من واحد قاري في شي جامعه. وماشي غير هادشي وصافي، ولكن راه الا جبتي غير شي واحد كيقرا في شي جامعه كبيره وشي واحد كيقرا في شي جامعه عاديه، الا داروا بجوج نفس المجهود غالبا اللي في الجامعه الكبيره غيكون طبيب حسن. نفس الحاجه في كاع المجالات الاخرين اللي كاينين، ولكن الفلوس لا. واخا تعيا ما تقرا وتحمق راسك، يقدر واحد ما كيعرف حتى يقرا يجي ويفوتك. علاش هادشي؟ الكتاب ديال سيكولوجية المال كيعطينا الجواب وكيقول لنا بلي الفلوس هما ماشي معادله رياضيه ولا شي حاجه منطقيه. الفلوس واحد الحاجه اللي كتعتمد على السلوك. مثلا كاملين عارفين بلي خاصك تخبى 10% ديال الدخل ديالك، ولكن واخا هكاك علاش حتى واحد ما كيديرها؟ الفلوس ما كيعتمدوش غير على المنطق، كيعتمدوا حتى على المشاعر والمبادئ. هذا الكتاب غادي يهضر لنا على هذا الجانب النفسي وغايقول لنا شي نويطات زوينين. خليك معايا. ولكن قبل ما نبدا بغيت نقول لكم بلي غندير واحد الجيفواي. 5 الناس منكم اللي غيربحوا غنصيفط لهم هذا الكتاب. كيفاش تسجل في الجيفواي؟ ما تخافش، ما غنقول لك لا بارطاجي لا طاقي صاحبك، داك التخربيق ما عنديش معاه انا. في الاخر ديال الفيديو غنشرح لك كيفاش تشارك، خطوات سامبل. اما دابا خلينا نبداو باول بارتي في البودكاست ديالنا. البارتي الاولى ديال الفيديو هي علاش الناس كيفشلوا في الوصول للحريه الماليه، وبين قوسين الكتاب شويه مربج. الكتاب عباره على دروس ديال الفلوس، درس 1 درس 2 درس 3 وهي غادا. انا باش نبسط لك الكتاب غادي نرتب داك الدروس، كل جروب ديال الدروس غندير لهم واحد البارتي، والبارتي اللي غنبداو بها دابا غتكون عباره على دروس اللي كيشرحوا لك علاش اغلب الناس كيفشلوا في تحقيق الحريه الماليه. واول درس عندنا هو كل واحد كيتصرف بناء على واحد الطريقه اللي كتبان منطقيه بالنسبه لهم. اسمع مزيان هاد الهضره اللي غنقول لك. هاد العالم هذا كيتعامل مع الفلوس بواحد الطريقه منطقيه، واحد الطريقه ماتيماتيك، واخا ان الفلوس واحد الحاجه اللي مبنيه على المشاعر والسلوك حتى هما. هادشي اللي خلى كل واحد يتعامل مع الفلوس بطريقه اللي كتبان له هو منطقيه، والطريقه اللي كتبان لك انت ولا انت منطقيه ماشي هي الطريقه اللي كتبان لواحد اخر. كيفاش؟ دابا انت ولا انت كشخص عشتي واحد الحياه وعشتي تجارب، هاد التجارب كيخليوك انك تبني واحد التصور على الفلوس، وهذا التصور على الفلوس كتبني عليهم الطريقه ديالك في التعامل مع الفلوس. مثلا شي راجل تزاد في 1950 عاش في واحد الزمان اللي كانت فيه الخدمه مع الدوله هي احسن طريقه باش انك تعيش الاستقرار المادي ديالك. فهذا الراجل هذا غالبا ما غيبقى حياته كامله كيفكر في حاله هكا، وهذا الطريقه ديال الخدمه مع الدوله وتاخذ التقاعد واحد الحاجه اللي منطقيه بالنسبه ليه، وهذه الطريقه هي اللي خاصو يبني عليها حياته. ولكن الا نجينا نشوفوا في هذا الوقت راه هاد الطريقه حرفيا من بين أسوأ الطرقان اللي تقدر تتبعهم. ولكن واخا هكاك باقي كتلقى الاباء كينصحوا ولادهم يخدموا في الدوله ولا يخدموا في شركات. ولكن واحد اللي تزاد في 2000 تزاد في الزمن ديال الانترنت كتلقاه كيامن باللي الفلوس كاينه في الخدمه في الانترنت. وواحد عاود اللي تزاد في التسعينيات كتبان له احسن طريقه هي المشاريع وارض الواقع والعقار الى اخره. هادشي بلا ما نهضروا على التجارب الفرديه ديال كل واحد. مثلا عندك شي صاحبك دار الملايين من الكريبتو، يعني العملات الرقميه، فغالبا غتطلع كتشوف الكريبتو هو اهم حاجه. فهذا الدرس باختصار كيقول لك ان الناس كيفشلوا في تحقيق الحريه الماليه حيت خلاو الظروف اللي دازوا منها تخلق لهم الطريقه اللي يتعاملوا بها مع الفلوس. فما تكونش من هاد الناس. وندوزو للدرس الثاني اللي كيخلي الناس تفشل. ولكن ما تخافش، واخا كيبان لك هادشي ما واضحش غير تبع معايا، وملي غتسالي الكتاب غتكون صايبتي في عقلك واحد الصوره كبيره. الدرس الثاني، الزهر كيلعب واحد الدور كبير في الرحله ديالنا. من بين اكبر الاسباب اللي كتخلينا نفشلوا في الحياه الماليه ديالنا هي كنساو بلي الزهر عنده واحد الدور كبير في حياتنا. خليني نعاود لك واحد القصه. في 1968 كان واحد الاستاذ في واحد الثانويه. هذا الاستاذ هذا دار واحد المجهود كبير باش يوفر واحد الجهاز ديال الكمبيوتر في المدرسه ونجح في داك الشيء. وهاد المدرسه هذه كانت من بين المدارس القلال في العالم كامل اللي قدروا يحتويوا واحد البيسي.
في هاد المدرسه كان واحد جوج صحاب كيعجبهم هادشي، ولاو في وقت الفراغ ديالهم كيمشيو لداك البيسي وكيبداو خدامين فيه، وبفضل الهوس ديالهم وتوفر داك البيسي ليهم قدروا ياسسوا شركه دايره على البيسيات. واحد من دوك الصحاب هو الملياردير وواحد من بين اغنى الناس في العالم بيل غيتس. في داك الوقت ان واحد مراهق يكون عنده اكسي للبيسي كانت فرصه ديال 1 من 1,000,000. يعني باش نكون واقعيين، بيل غيتس ذكي كيدمر، ولكن بلا زهر ما كان غيقدر يدير حتى لعبه. وهنا فين غنحبس وغنخرج على الكتاب. الزهر عنده دور كبير في الحياه الانسان، ولكن هاد الزهر هذا ما خاصكش تتسناه، خاصك تصنعه بيدك. هذا هو اول درس كتعلمه من الكتاب ديال The Richest Man in Babylon. شوف، راه باش دير الفلوس خاصك ضروري الزهر يلعب معاك مره، ولكن هادشي ما كيعنيش انك تريح وتبقى تسنى فيه. خاصك انت ولا انت تصنعو براسك. مثلا باغي دير تجاره، احتمال اول بيعه وشريه ما غتصدقكش، ولكن الا عاودتي درتي البيعه الثانيه والثالثه والرابعه ودرتي الحسابات ديالك مزيان، ضروري ما غيطلع لك الجوك في شي وحده ودير شي قرار مناسب في زمكان المناسبين. بمعنى الفرص الجيده كتجي للناس اللي كيقلبوا عليها، وفي نفس الوقت راه خاصك تكون عاود من الناس اللي كيستغلوا الفرص، ماشي الفرصه كتجيك وكتبقى كتفرج فيها حيت ما جاتش على كانتك ولا حيت لقيتي شي صعوبه في انك تستغلها. المهم علينا بلا ما تخربق، بغيتك غير دير في بالك هاد القضيه ديال الزهر عنده دور كبير وصافي. الدرس الثالث هو ما تعتمدش على الماضي باش تنبأ بالمستقبل. كيفاش؟ الماضي هو عبارة على أحداث عشوائية، والمستقبل حتى هو عبارة على أحداث عشوائية غير متوقعة. بمعنى ما تقدرش تعتمد على الماضي باش تبني المستقبل. ماشي شي حاجة وقعت شحال هادي غتعاود توقع دابا، وماشي شي حاجة ما وقعتش شحال هادي إذا ما غتوقعش دابا. هذا الدرس هذا غنشرحه لك عن طريق أنني غنعاود لك التاريخ ديال المغرب، واحد الحاجة اللي كنعيشوها حنايا دابا. شحال هادي ملي خرج الاستعمار من البلاد، الدولة كانت محتاجة ناس اللي يخدموا، كانت محتاجة ناس اللي يبنيوها ويبنيو الاقتصاد ديالها. فاش وقع؟ ولا اللي جا كيخدم معاها، وإلا كان شي واحد كيعرف غير يكتب ويقرا، هذا بالنسبة ليهم كان واحد الحاجة نادرة. كانوا غالبا ما كيخدموه في شي منصب عالي، حيت في ذاك الوقت كانت الأمية طالعة بزاف. أما إلا كان شي واحد عنده شي دبلوم ولا شي شهادة، هذا صافي كان كيولي وزير، كيولي عنده منصب عالي في الدولة. جدودنا ملي شافوا هادشي، شي وحدين فيهم عاقوا بالقلب وعرفوا بلي المستقبل كاين في القرايه، فبدات الثقافه القرايه كتنتشر. فواخا هكا كانوا ناس ما مامنينش بالقرايه، كانت كتبان لهم شي حاجه جديده ما تسوقوش. اللي وقع ان هذوك اللي قراو ونجحوا ولاو اساتذه، اطباء، مهندسين، ولاو عايشين مزيان، ولا عندهم تقاعد، ولا عندهم طوموبيل. اما هذاك اللي ما قراش كتلقى باقي كيتقاتل في البني، ولا عنده شي مشروع كيدخلو غا باش يعيش وداك الشيء. هاد الجينيراسيون هادي هي ديال والدينا وجدودنا. فاش داروا هما ملي شافوا هادشي؟ ولاو كيبززوا على ولادهم القرايه، ولينا كنلقاو المدارس عامرين، كلشي كيقراو، كلشي محمق راسو باش يخدم مع الدوله. ولكن اللي وقع ان العرض تزاد على الطلب، الدوله عمرات بالناس صافي، البلايص كاملين عمروا. فشنو وقع؟ ولاو الطلبه اللي كيتخرجوا ملي كيمشيو يخدموا مع الدوله ما كيلقاو والو. فاش كيديروا؟ كيمشيو للحل الثاني، وهو يخدموا مع شركات بريفي، شركات خاصه. كيمشي كيدوز لونتروتيان، هذاك الغوكريتور ولا المدير ديال الشركه كيقول له انا ما عندي ما ندير بليسونس ديالك وقرايتك، قول لي اش كتعرف دير، شنو المهارات ديالك، فاش غتنفع الشركه، كيفاش غتخلينا نربحوا فلوس كتر. وهنا فين الطلبه ديال الجامعات وداك الشيء غيتقلبوا، غيلقاو راسهم ضيعوا وقتهم في القرايه وصافي، ولقاو راسهم بلي خاصهم يتعلموا مهارات ماشي غير يقراو الماط والفيزيك في الوراقي وصافي. هادشي بلا ما نهضروا على ان الانترنت بانت، الناس ولات قادره انها تقرا وتتعلم غير في الانترنت. زائد هاد الانترنت هادي خلات بزاف ديال الناس ولات خدامه غا فيه. كاينين الناس ولاو كيفكروا يديروا مشاريع في الانترنت، ولينا كنشوفوا في هاد الوقت، وهذه واحد الحاجه اللي عايشينها دابا وعاد غنزيدوا نعيشوها اكثر. ولينا كنشوفوا ناس قراو حتى عياو، وفي الاخر راهم جالسين كيتضاربوا مع دوك الاساتذه المتعاقدين. وفي المقابل كنشوفوا وحدين اللي حياتهم كامله وهما جالسين اللور في القسم، راهم داروا مشاريع ولا خدموا في الانترنت، راهم دابا غاديين بالطوموبيل ديالهم ودارهم. هذا كان تاريخ مختصر ديال المغرب. اللي بغيت نوصل لك منه ان الا كانت القرايه والخدمه مع الدوله في واحد الوقت واحد الحاجه صالحه، راه ما كيعنيش انها في هذا الوقت هذه صالحه. وإلا كانت مثلا لي كوميرس في هذا الوقت هذه فيها الفلوس، ما كيعنيش انها غتبقى هكا في المستقبل. فالحياه راها عباره على احداث غير متوقعه. شوف غير نهار جات كورونا شحال من حاجه طاحت وشحال من حاجه مشات. فبغيتك تخلي في عقلك ديك الفكره ديال ما تتنبأش بالمستقبل بناء على الماضي ولا على الحاضر، وما تبنيش حياتك الماليه على شي حاجه وقعت شحال هادي، راه احتمال تطلع خاطئه وتطيح طيحه وحده. وهنا غنكونوا سالينا البارتي الاولى، واللي هي علاش الناس كيفشلوا في الطريق ديالهم للحريه الماليه.
شفنا 3 ديال الدروس. الدرس الاول كل واحد كيشوف الفلوس بالطريقه اللي كتبان له هو منطقيه. الدرس الثاني وهو كنستهنوا بالدور ديال الزهر. والدرس الثالث وهو كنبنيو المستقبل بناء على الماضي. وخلينا دابا ندوزو للبارتي الثانيه واللي هي كيفاش دير الفلوس. غنهضروا على شنو هما الحوايج اللي خاصك تدخلهم في الاستراتيجيه ديالك واللي خاصك تبقى عاقل عليها حياتك كامله. اول درس غنبداو به في هذا البارتي هو الكومباوندين افكت. الكومباوندين هو كونسيبت اللي دماغنا ما كيقدرش يستوعبه. خليني نلعب معاك واحد اللعبه باش نفهموه. تخيل معايا اليوم عطيتك درهم، غير درهم وصافي. هاد الدرهم هادي غدا غتعطيها لي وغنعطيك في بلاصتها 2 دراهم. بعد غدا غترجع لي 2 دراهم وغنعطيك 4 دراهم في بلاصتها. يعني كل نهار كتعطيني دوك الفلوس اللي عطيتك وكنضوبلهم ليك. من هنا شهر، من هنا 31 يوم صافي. النهار رقم 31 شحال غنعطيك؟ بلا ما تحسب في نظرك شحال غتجيك. الا كنتي من الناس العاديين اللي عمرهم داروا هاد الحسبه غالبا ما غتصدمك النتيجه، حيت النتيجه هي مليار و73 مليون و742 الف درهم، كثر من 100 مليار سنتيم في مده شهر واحد صافي. وبدينا غير بدرهم واحد. ولكن في المقابل الا تعطلت غير سيمانه من انني نعطيك درهم الاولى، يعني هاد الشهر غنحيدو منه السيمانه الاولى، يعني 3 سيمانات، فانت غتوصلك في الاخر غير 8 المليون درهم. يعني شوف شحال ديال الفرق، يعني من مليار هبطنا حتى ل 8 المليون درهم بسبب سيمانه واحده. صديقي صديقاتي، هذا كيتسمى الكومباوندين افكت، وهو الطريقه اللي كتبنى بها الثروه. وهذه واحد الحاجه اللي حنايا كبشر ما عندناش القدره اننا نستوعبوها. وهذه صراحه واحد الحاجه ما كايناش غير في الفلوس وصافي، هذه كتنطبق على الحياه كامله. تغيير واحد الحاجه ما كتوقعش في البلاصه، سواء الفلوس سواء الصحه سواء اي حاجه اخرى. ناخذ واحد المثال اسهل باش تفهمني. هذاك اللي كيكمي هو عارف باللي كارو ماشي مزيان، ولكن واخا هكاك ما كيقطعوش. علاش؟ حيت ملي كتكون عندك ديك 20 30 عام وكتكون كتكمي، الكارو ما كيكون كيدير لك حتى ضرر، كتكون كتكمي عادي والضرر المحتمل بعيد. يعني خاصك تبقى 20 30 عام كتكمي عاد باش غيجيك الكونسير ولا دوك الامراض. فهنا انت ولا انت كانسان مدخن عقلك ما كيقدرش يستوعب هادشي، فحتى هو ما كيتعاونش معاك باش تقطع وكيخليك كتكمي. ولكن في المقابل الا حطيتي صبعك فوق العافيه في البلاصه غيطلع معاك الالم والسخونيه وعقلك غيدفعك باش تحيد يدك. بمعنى اخر العقل البشري كيعرف يتعامل غير مع داكشي اللي مزروب وكيوقع في البلاصه، اما داكشي اللي معطل ما كيعرفش يتعامل معاه وما كيفهموش اصلا. هادشي علاش الاغلبيه ديال الناس كيفشلوا في تحقيق الثروه، حيت ما قادرينش يستوعبوا كلمه المدى البعيد، ما قادرينش يستوعبوا جمله قطره قطره كيحمل الواد. داكشي علاش الاغلبيه كيميلوا انهم يقلبوا على طرق اللي غتخليهم يدخلوا اكبر عدد ممكن من الفلوس في شهر ولا في عام، رغم ان هادشي للاسف ماشي هو اللي غيخليك توصل للحريه الماليه. غناخذوا مثال بالاي-كوميرس، التجاره الالكترونيه في المغرب. شحال من واحد دابا كنشوفوا اش كيدير، كيشد كيشري السلعه بالجمله، كيطلق الات وصافي كيبدا كيبيع حتى كيموت البرودوي وكيريح، ولا كينوض كيقلب على شي بروداكت اخر. هادشي راه ماشي هو اللي غيدير لك الفلوس. يقدر يعاونك في الاول باش تبدا، ولكن راه الحريه الماليه ماشي هكا كتصنع. مثلا الاي-كوميرس غنبقاو غير في هذا المثال، ما غتبداش على الدخله سخون. في الاول غتحاول تلقى شي نيتش تخدم عليه. مثلا باغي تبيع الحوايج، في الاول اش غدير واحد ستور سامبل ديال الحوايج، غدير واحد الكونت انستغرام وغتبدا. في الاول غتبدا شويه بشويه عليك، ماشي على الدخله تبغي تبيع في الاول. لا، في الاول ربما غتبدا تعطي نصائح على اللباس، وهذه كاينه بزاف ديال المغاربه كيديروها. هادو انا شفتهم وشي وحدين ديجا هضرت معاهم في انستغرام، وهو كيعطي نصائح للدراري ولا البنات على حسب اين كاتيجوري منيش عليها. المهم نرجعوا عليك انت وشنو خاصك دير في هذه الحاله. الا بغيتي دير ستور ديال الحوايج، كتبدا في الاول كتعطي نصائح، كيفاش تلبس قميجه، شنو خاصك تلبس معاها، ما ديرش هاد الاخطاء. هكا الناس كيبداو يثقوا فيك، كيعرفوك اش كدير، وكيعرفوك باللي ماشي شي واحد اللي باغي غير يقدمهم ويبيع. في الاول كتبدا هكا، ومن بعد كتمشي وكتجيب شي لبسه متكامله كدير ليها ثمن زوين وكتبدا تبيع. واخا هو ما غيدخلوش فلوس بزاف، ولكن راك كتجمع داك اليوم الناس كيوليو يعرفوك شويه بشويه. وطبعا خاصك تكون كتبيع بالعقل وداكشي مزيان، وتبقى تطلع مره كتزيد برودوي اخر شويه الاشهار. وطبعا الاشهار كيبقى مده طويله، كتبقى هكا شويه بشويه طالع. واخا انت ولا انت راك كاع ما كتحس بالتقدم اللي كديرو، كان راك كديرو وهكا طالع من هنا واحد العامين 3 سنين غتلقى راسك عندك براند ديال الحوايج على الانترنت. تما تقدر مورا تفتح حانوت في ارض الواقع ويوليو يجيو عندك الناس باش يشريو من عندك. وهكا من هنا واحد 5 سنين اخرى راه غتقدر تلقى راسك وليتي مليونير بلا ما تحس. والا قلبتي غتلقى بلي كاع دوك الناس اللي نجحوا في لي كوميرس وداروا بلاصتهم في السوق راه تبعوا شي طريقه فحال هادي اللي خدات لهم واحد المده كبيره. بمعنى الا كنتي كتشوف راسك باغي دير فلوس بالزربه،
غارج على اللور، راك غادي في الطريق الخطأ. وطبعا يقدر يطلع لك الزهر ودير الفلوس دغيا، ولكن هذا كيتسمى استثناء. القاعده هي خاصك الوقت، خاصك الكومباوندين افكت. ندوزو للدرس الثاني، جمع الفلوس. هذا الدرس هذا غنشرحو لكم من وجهة نظر الكاتب، ومن بعد غنعطيكم واحد الطريقه من عندي انا اللي اسهل في التطبيق. الكاتب كيقول لك اول خطوه باش انك دير الفلوس هي تجمعهم، وكيقول لك بلي هذه طريقه اللي اي واحد يقدر يديرها، حيت تحت التحكم ديالك، وفي نفس الوقت ما غتحتاج حتى شي مهاره باش انك ديرها. وكيقول لك كل شهر حاول تخبى 10 ولا 5% من داكشي اللي كتدخل. والطريقه باش انك ديرها هي انك ما تبقاش تسوق للناس الاخرين، يعني ما عندكلاش تشري حوايج زوينين مثلا باش تعجب الناس، ولا تشري ساعه باش تعجب الناس. المهم هذا الدرس من الكتاب صراحه شويه الكاتب جاني ما بدعش فيه بحال شي اخر، ولكن الا كنتي كتثق فيا وبغيتي تسمع النصيحه ديالي، هاد الطريقه ديال الجميع تخربيق في تخربيق، ما يمكنش ديرها، وخصوصا الا كنتي شي واحد اللي الدخل ديالو هابط، راه صعيبه بزاف. كاين واحد الطريقه اخرى اسهل واكثر عمليه، وهي التعطل من الجبيد ديال الفلوس. كيفاش؟ مثلا انت ولانتي صالاري كتخلص 5000 درهم في الشهر، فاللي غدير هو غادي ترجع راسك كتخلص 5000 درهم في كل 35 يوم. كيفاش؟ ملي وصل الراس ديال الشهر هاد المره ما تجبدش الفلوس نيشان، صبر واحد ال5 ايام. 5 ايام ما هي والو، صبرها عاد سير للبنكه وجبد ديك 5000 درهم كامله، يعني ما تخليهاش تما وكل مره غادي بكارت كيشي باش تخرج، جبدها كامله وحطها وقسمها. ملي دوز 30 يوم عاود زيد صبر 5 ايام اخرى، عاد سير خرج الفلوس. كل شهر صبر 5 ايام، يعني مثلا هاد الشهر جبدتي الفلوس في واحد في الشهر، الشهر الجايه جبد في 5 في الشهر، والشهر اللي موراه جبد في 10 في الشهر، واللي موراه في 15 وهي غاده. يعني كتطلع ب5 ايام، من بعد 6 شهور غتلقى بلي عندك في البنكه زايده 5000 درهم، في عام غتكون جمعتي 10000 درهم، يعني مليون سنتيم فقط عن طريق انك تصبر واحد ال5 ايام. يعني انت ولا انتي كتصبر غير 5 ايام وصافي، وفي الاخر كتلقى راسك راك جمعتي واحد المبلغ بلا ما تحس. وكما قلنا في الدرس اللي فات، الفلوس كيداروا على المدى البعيد، يعني تخيل راه من هنا 5 سنين غيكون عندك 5 المليون في البنكه بلا ما تحس. وطبعا هاد الفلوس ماشي ضروري تبقى تسنى حتى يتجمعوا بزاف، تقدر في 6 شهور تجمع 5000 درهم، وديك ال5000 دير بها شي حاجه، تستثمرها في شي لعيبه غير هما عندك يزغبك الله وتمشي تشري بهم شي حاجه غاليه. لا، كتجمع باش تستثمر. واذا كنتي طبعا شي واحد كتخلص مزيان، فتقدر كل شهر تصبر 10 ايام ولا 15 يوم وهي غاده، والفلوس راه كيتجمعوا بلا ما تحس. الدرس الثالث اللي عندنا في هذا البارتي هي خطط للاسواق. مزيان تكون متفائل، ولكن راه التفاؤل الزايد هو تخربيقه غتخرج لك على فلوسك وصافي. واول طريقه باش تطبق هذه القاعده هي نوع البلايص اللي كتستثمر فيهم. دابا المجال ديال الاستثمار كيتقسم على جوج، استثمار عالي المخاطره واستثمار منخفض المخاطره. الاستثمار العالي المخاطره كتكون النتائج ديالو والارباح ديالو عاليه، الاستثمار اللي هابط في الخطر كيكونوا النتائج ديالو والارباح ديالو هابطين. فالنصيحه اللي كيعطينا الكاتب هي الفلوس ديالك قسمهم على هاد الجوج، ماشي تشد فلوسك كاملين وتحطهم في استثمار واحد. يعني مثلا استثمار بمخاطره طالعه هو بيتكوين مثلا ولا كريبتو، الا شديتي وحطيتي فلوس كاملين في كريبتو احتمال كبير غتخسرهم كاملين وغتبقى جالس على الطس. بينما استثمار بعيد يعني فحال تستثمر في شي سهم ديال شي شركه طالعه، ولا تستثمر نيت في شي بروجي ديالك، يعني شي اي كوميرس ولا بروجي في ارض الواقع. المهم دابا بغيتك غير تاخذ معايا الفكره على هادشي وصافي. القاعده هي ما تحطش فلوسك كاملين في جهه واحده، اغلب فلوسك حطهم في استثمارات اللي الريسك فيها هابط، وواحد النسبه بسيطه حطها في بروجيات اللي الريسك طالع، باش الا طلع لك الزهر وصدق مزيان، ما طلعش ما تكونش خسرتي بزاف ديال الفلوس. ثاني نصيحه عندنا هي نوع المصادر الدخل ديالك. ما تحطش البيض ديالك كاملو في سله وحده، ماشي تخدم في شي شركه وتبقى حياتك كامله خدام فيها. خدم شركه، دير بروجي من هنا، دير شين في يوتيوب، دير اي كوميرس، نوع المصادر ديال الدخل ديالك باش لا مشى واحد كيبقاو 3. وهاد الدروس ب3 هما الحوايج اللي خاصهم يكونوا عندك في الاستراتيجي ديالك او في الطريق ديالك للحريه الماليه: الباوندين افكت، جمع الفلوس، وخطط للاسواق. وهذه كانت بارتي الثانيه ديال البودكاست، وندوزو البارتي الثالثه واللي هي كيفاش تصرف فلوسك. الفيديو بان لي بدا كيطول واحد شويه الاخوان، داكشي علاش غنحاول نزرب عليه شويه. كيفاش تخدم فلوسك بواحد الطريقه اللي غتخليك تطلع من فلوسك واللي غتخليك تبقى غادي في الطريق الحريه الماليه بلا ما تحبس. الدرس الاول: اشري الوقت ديالك. الا عندك الفلوس فعندك جوج حوايج تقدر ديرهم بهم. الحاجه الاولى هي تخدمهم باش تضيع وقتك، والحاجه الثانيه هي تشري بهم الوقت. غنعطيك مثال على كل وحده من هذه الحالات. مثلا نبداو بالحاله الاولى: تخدمهم باش تضيع الوقت. مثلا تقدر تخدمهم باش تنوض تشري شي بيسي جيمر وتجلس تلعب،
تقدر تضيعهم باش تمشي تسكر، باش تجلس في البيران، باش تمشي تزها تجلس في قهاوي. المهم كتصرف الفلوس غير على الانشطه. الحاله الثانيه تخدم الفلوس باش تشري الوقت. مثلا انت ولا انت ساكن في طنجه وباغي تمشي لكازا على ود شي غراض، في بلاصه ما تمشي في الكار ودوز فيه 6 سوايع ولا في الطوموبيل وضرب 5 سوايع، غتنوض وغتركب التجافي يعني البراق القطار السريع، غتوصل في 2 سوايع تقضي غراضك وتجي. ولا خاصك مثلا تمشي لشي بلاصه، في بلاصه ما تمشي على رجلك غتمشي في طاكسي باش توصل دغيا، ولا كاع تشري طوموبيل باش تزرب في التحرك. مثلا بغيتي تبدا تريني، في بلاصه ما تقلب على شي لاصال رخيصه، قلب على اقرب وحده لداركم وتخليها واخا تكون غاليه، هكا غتختصر عليك. هاد الاختصار د الوقت، هاد السوايع هادو اللي كتشريهم بالفلوس ما خاصكش تقمشش عليهم. وقتك اغلى ما عندك واكثر حاجه كتستحق فلوسك، حيت في داك الوقت اللي كيبقى لك غتقدر تصنع فيه فلوس كتر. اما بالنسبه لديك الحاله الاولى ديال تخدم الفلوس باش تضيع وقتك فحال تبقى كتسارى كتلعب، هادشي مزيان ديرو مره، ولكن راه خاصك دير في بالك ماشي هذه هي الحياه، داكشي ما غيديرش ليك السعاده. المهم ديما ملي كتكون كتخسر فلوس حاول دير واحد الاسقاط على الوقت. الهدف الاول ديال الفلوس هما يشريو الوقت ماشي شي حاجه اخرى. الدرس الثاني ما تشريش الاحترام. شحال من واحد باقي كيسحاب له بلي هذاك اللي عنده طوموبيل زوينه حوايج غاليين راه غيشري بهم الاحترام ديال الناس، ولكن للاسف داكشي ما كيخليش الناس تحترمك انت ولا انت كشخص، كيحترموا غير داكشي اللي عندك الصافي. وهادشي اللي كيخلق لينا واحد الحفره اللي كتمص الفلوس على خلاها. شحال من واحد خسر روينه ديال الفلوس غير باش يشري الاحترام والتقدير ديال الناس، واخا هادشي راه ما كينفع في والو. وشوف راه كون كان هادشي بصح حقيقي، كون كانوا بصح الفلوس كيشريو الاحترام، راه انا غنقول لك شريه، ولكن ماشي هذه الحياه. خاصك تتعلم تاخذ الاحترام بلا والو، خاصك تتعلم تخلي الناس تحترمك واخا تكون لابس بيجامه وخارج بصندالات الميكا. وإلا بغيتوني نهضر على شي كتاب كيهضر في هذا الدومين ديال الاحترام غير قولوها لي في لي كومونتير وصافي على الراس والعين. الدرس الثالث be happy with enough. بالعربيه القناعه كنز لا يفنى. كاينه واحد القاعده كتقول لك بلي واخا تايا ما دير الفلوس غتبغي كتر. ما يمكنش توصل لواحد العدد ديال الفلوس وتقول صافي الحمد لله، ديما غتبغي كتر. داكشي علاش خاصك تتعلم تقنع بداكشي اللي عندك. ولكن لنكون صريحين، القناعه مزيانه ولكن واش القناعه هي اللي غتخليك دير داكشي اللي باغي؟ واش في نظرك دوك الملايينيه كون كانوا قنعوا كانوا غيوصلوا لداكشي اللي فيه؟ القناعه الهدف ديالها هو تخليك عايش مرتاح ماشي تصبرك على المعاناه. اسمع مزيان هاد الهضره، الا كنتي كتعاني حيت ما عندكش الفلوس وقلتي احكا هانيه انا قنوع، هاد الجمله ديال انا قنوع في الحقيقه هي جمله ديال الاستسلام. امتى القناعه كتكون مزيانه؟ ملي كتكون غادي في الطريق للحريه الماليه، يعني انت ولا انت كتخدم على ود الفلوس غادي في الطريق كدمر وفي نفس الوقت قانع بداكشي اللي عندك. كيفاش غديرها؟ عندك جوج ديال الطرق. الطريقه الاولى ما تبقاش تطلع من اللايف ستايل ديالك، ماشي انت ولا انت كتخلص 7000 درهم في الشهر وتمشي وتجمع وتسلف باش تشري تليفون ب 5000 درهم غا حيت باغي تطلع من اللايف ستايل ديالك، ولا تمشي دير كريدي باش تشري طوموبيل غاليه. عيش بداكشي اللي قادر وعيش سعيد به، ونسى عليك ديك الفكره اللي في راسك كتقول لك خاصك تشري هذيك باش تكون سعيد. تيقني اي حاجه كتقول باللي غدير لك السعاده راه ما غديرها لكش. ديك الطوموبيل الاحلام ديالك اللي باغي تشري، نهار تشريها غدوز السيمانه غتولي عندك عاديه وما غتبقاش مستمتع بها. فما تجريش مورا شي حاجه اللي فوق الطاقه ديالك. الطريقه الثانيه تقبل فكره انه ديما غيكون شي واحد في المحيط ديالك لاباس عليه اكثر منك، وهذه نورمال حيت في الطبيعه ديالنا حنا البشر ما كيعجبناش نشوفوا شي واحد احسن منا، والا بان لينا كنبغيو نفوتوه وكنحسدوه. ولكن راه هذه واحد الحاجه اللي غير غتعذبك نفسيا وتعرضك للخطر وصافي، حيت غتخليك تخدم الطرق اللي فيها ريسك بزاف وغير قانونيه باش تفوتو. فنسى عليك شي حاجه سميتها الاخر احسن مني. المنافسه ما فيها حتى مشكله، ولكن واحد بادي قبل منك بسنين ما عندك كي غدير تفوتو، ولا واحد خدام في دومين بوحدو ما غتقدرش تنافس معاه. فنسى عليك وركز على حياتك انت ولا انتي. وهذا ما كان في الفيديو ديال اليوم. ودابا غنهضر على الجيفوي اللي ناوي ندير. من الناس اللي كتفرجوا فيا غنهز 5 ديال الناس منكم وغنصيفط لهم هذا الكتاب. الطريقه ديال التسجيل بسيطه وسهله. غتجي عندي الانستغرام ديال لاشين واللي هو هذا اللي كتشوفوا قدامك في الشاشه. يوزر نيم هو وميض بجوج اي و3 قدامها. كاينين بزاف ديال الكونطات ماشي ديالي هذوك، شوف هذا اللي كتشوفوا قدامك، راه غنخلي لكم اللين ديالو في الديسكريبسيون. غتلقاني حط واحد البوست كيهضر على الكتاب ديال سيكولوجيه المال. غدير لايك وغدير كومونتير كيما كان، ولكن ما يكونش شي تخربيق عاود، كومونتير بعقلو، سواء انتقاد سواء اي حاجه. ملي غدير كومونتير صافي من هنا 2 سيمانات، يعني السبت الجاي اللي موراه غادي ندير واحد القرعه وغنهز 5 الناس من لي كومونتير. وطبعا ما تنساش تفولويني في انستغرام. وصافي هادو هما الخطوات اللي كاينه. كنتمنى ليك حياه سعيده وموفقه. ما تنساش تصيفط لي شي ميساج في انستغرام ونتلاقاو تما، والى اللقاء.